حتى هو من ضمن ما عرضه قال المفتي أفتى، مفتي المملكة ألم يفتي بوجوب نصرة الثورة السورية؟ بعد ذلك أتته الأوامر فنسخ الفتوى بأنه لا يجب إلا عن طريق الهيئة الرسمية. وأنا سألت بنفسي من المنتسبين إلى هيئة كبار العلماء، قلت يا شيخ أنت ما يعرف من أنا، قلت أنت أوجبت نصرة القضية السورية أليس كذلك؟ قال نعم. عن طريق الهيئات الرسمية؟ قال نعم. قلت هل تعلم هيئة رسمية في العالم الإسلامي كله تستقبل سهمه في سبيل الله؟ قال لا. قلت مفاد فتواك لا تنصر القضية السورية. وهو بنفسه هذا العام يفتي بوجوب جهاد الحوثيين على أهل عرعر، وأهل عرعر قطر سوريا أقرب منهم. هكذا الفتوى القطرية الحد، وإن كان على حساب دم الشعب السوري. والشاب إذا نزع هذه النزعة ثقوا بأنه تنزع بركة علمه، يصير أكبر همه أن يكون ثائرا على الأوضاع التي عنده وعلى الولاة الذين عنده. لكن إذا كان همه تحقيق العلم وإرساخه في قلبه ومعالجة الأمور بالحكمة دون الإثارة حصل على خير كثير. ولذلك لو تسأل هؤلاء الأخوة الذين عندهم هذه النزعة، لو تسألهم عن مسائل العلم اللي يفهمها أدنى طالب علم لم تجد عندهم فيها خبر ولا وقفوا فيها على عين ولا أثر. فهذه ننصحكم عن هذه الطريقة. ولكن ليس معنى ذلك أننا نقول أميتوا الغيرة في قلوبكم، لا، لأن هناك فرق بين ما يكون عنده غيرة في قلبه ويتحصل لما يقع ولكن يصبر ويسأل الله الفرج، وبين إنسان لا عنده غيرة لكن يثور ويجعل الأمر هذا كله حديث مجالسه وشغل فكره، فإن هذا ينقصه خير كثير. صالح بن فوزان والشيخ صالح بن وصول وخيرة العلماء وأصحاب العقيدة الطيبة هو الفضل والفقه في الدين. طيب نريد توجيه كلمة لهؤلاء الشباب الذين يذمونهما شذبوا.